السلام عليكم. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. ان شاء الله النهارده معانا تالت تاسك، والتاسك التالت ده من اهم اهم الادوات اللي ممكن تستخدمها طول حياتك. يعني انا عايز اقول لكم ان التول اللي فاتحينها قدامنا دي من اعظم الادوات اللي انت هتوفر عليك وقت ومجهود، وهتوفر عليك تعب ودوخة رهيبة. بل بالعكس كمان، دي هتساعدك جدا في اي ريفيو او اي ريسيرش انك بتعمله ان شاء الله. فالتول دي مهم جدا نفهمها بتمعن وكويس جدا، وعلى قد بساطتها الرهيبه اللي هنشوفها النهارده في الفيديو، على قد ما هي في قمه الاهميه. في البدايه طبعا ما تنساش تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. طبعا بما اننا ده اول فيديو بيتصور وقناه اليوتيوب موجوده، يعني الفيديوهين اللي فاتوا كانت قناه اليوتيوب مش موجوده. طبعا الحمد لله عملنا واحده. فاتمنى طبعا يعني المقوله المعتاده، يعني اتمنى ان انتوا تبقوا موجودين على الشانل، وان انتوا تشيروها على قد ما تقدروا، وان انتوا تدعموا الشانل لان احنا لسه في بدايتنا طبعا، فاكيد هنحتاج منكم الدعم يعني. فنسمي الله ونبدا. التول اللي معانا النهارده اسمها كونكتد بيبرز. دي الانترفيس بتاعها، دي الواجهه بتاعتها. هسيب لكم طبعا اللينك بتاعها في الابلكيشن بتاعنا ان شاء الله، المنصه بتاعتنا زي ما انتم متعودين. لما تفتح التول دي لازم تسجل الاول بالجيميل بتاعك. جميل. ليه؟ لان ده هيسهل عليك حاجات كتيره، هيقدر يعمل لك الجراف بشكل اسهل، وهتعرفوا دلوقتي انا اقصد ايه. طيب، فكره كونكتد بيبرز ايه؟ ببساطه شديده، انا دلوقتي لو واحد باحث، او واحد بيعمل مشروع تخرج، او واحد عايز يعمل ريفيو او اي شيء. طب انا دلوقتي انا مثلا بتكلم في فيلد معين. طيب الفيلد ده انا طبعا مش بتكلم عليه كله، انا بتكلم في بيبر، او بحاول اعمل بقرا بيبر، او بعمل اصلا او اي شيء. المهم ان انا بتكلم في جزء من الفيلد ده، صح كده؟ طيب، هل انا الوحيد اللي ناشر في الفيلد ده، ولا في مليون واحد قبلية ومليون واحد بعدية ناشرين؟ طبعا اكيد في مليون واحد ناشر. طيب ازاي اعرف بقى الترابطات والعلاقات ما بين الاوراق المنشورة دي؟ دي وظيفة البيبر، وظيفة التول دي، انا اسف. بمعنى اوضح، كونكتد بيبرز بيعمل الاتي: انت بتجيب له عنوان لبيبر معينة، او بتجيب له دي او اي لبيبر معينة، او بتجيب له كي وورد لفيلد معين، او بيبر معينه، او توبيك معين، او بتجيب له اي حاجه تعرفه بالمجال اللي انت عايز تتكلم عليه. لكم ان تتخيلوا ان انا مثلا كنت مجهز سؤال اهو، اسمه biodiesel production from waste cooking oil and overview. يعني بنشوف البايوديزل نقدر نعمل له يعني نعمل له برودكشن من الويست ازاي. فبديله ده تايتل مثلا لبيبر معينه، سي مثلا، يعني نفترض ان ده تايتل لبيبر معينه، او ده التوبيك اللي انا بقى عايز ادور عليه. فاعمل ايه؟ اول ما اكتب العنوان هنا اهو، اروح ضاغط على build a graph، وادي له ثانيتين كده، فبيديني بيطلع لي اوبشنز، يقول لي انت تقصد انهي بيبر، لان في بيبرز كتير. طيب، فالبيبر اللي قدامي دي بيقول لك ريفيو اون فاكتور افكتنج biodiesel برودكشن فروم موست ويست كوكينج اويل ان انديان برسبكتيف. دي هتلاقيها ليها 32 ريفرنس و44 سايتيشن. دي 88 78 سايتيشن. دي ما شاء الله، دي 594 104 ريفرنس. يعني دي اكتر واحده. فانا ممكن مثلا اضغط على البيبر دي. شفتم اول ما ضغطت على البيبر دي إيه اللي حصل؟ اداني ثلاثة اوبشن. تعالوا نعرف ايه هي الاوبشن اللي هو ادهاني. اول ما كتبت له التايتل او الكيورد في الريسيرش بار، طلع لي الانترفيس دي. تمام. عندنا ثلاثة اوبشن، او البيج اللي قدامنا متقسمه لثلاثة سيكشن. السيكشن اللي على الشمال وده السيكشن الاولاني، ده بيعرض لي كل البيبرز اللي موجوده في الجراف ده. يعني نبدا مثلا بالجراف اهو. ده جراف فيه كل البيبرز اللي متعلقه بالتوبيك بتاعي اللي انا حطيته هنا اهو، اللي هو ده. تمام. فهو بيعرض لي بقى البيبرز دي كلها هنا اهي مرتبه. تمام. طيب، هتلاقي هنا كاتب الاوريجن بيبر، تلاقي كاتب العنوان بتاعها، الاوثرز، وسنه النشر. ثم بقى يبدا بقى ايه؟
البيبرز تيجي تواليا. طيب ده السكشن اللي على الشمال. طيب السكشن اللي على اليمين، لو لاحظتم ان انا لما بضغط كده على البيبر دي هتلاقوها هو جايبها لي هنا في السكشن دي بتفاصيلها. طب لو ضغطت على دي تلاقيه هو جايبها لي التايتل بتاعها، الاوثر، سنة النشر، عدد السيتيشنز. اقدر افتحها في ايه؟ اقدر افتحها في سيمانتك سكولر، واقدر اجيب الببلشر بيج، واقدر كمان افتحها في جوجل سكول، في جوجل سكولر. لو عملتها كده اهو اهي. يعني بس ااكد له ان انا مش روبوت عشان يصدقني. بعد كده هتلاقوه بيفتح معاكم عادي اهو. اهي دي البيبر. تمام. ف يعني دي اللي بتبقى فيها التفاصيل. طبعا انا اقدر اعمل سيف للبيبر طبعا، واقدر اعملها في كوليكشن، والقصه الحزينه دي عملت لها سيف اهو. تمام. بس والى اخره. في كل البيبرز بقى على هذا المنوال. طيب تعالوا نفهم الجراف ازاي. هتلاقوا هنا علامه استفهام اللي هي هيلب. لو ضغطتوا على العلامه دي هيقول لك ازاي how to read the graph، ازاي تقرا الجراف. بيقول لك ان papers are arranged according to their similarity. This is not a citation tree. يعني بيقول لك ان الجراف اللي معمول ده بالترتيب ده معمول بطريقه او according to السيميلاريتي بين البيبرز، مش السيتيشنز بين البيبرز. بمعنى اوضح، البيبرز دي مترتبه طبقا للتشابه ما بينها. يعني مثلا انا بتكلم في البايو ديزل مثلا، يعني فبتكلم فيه مثلا في الاندستريال ميثودز، في واحد تاني بيتكلم في اللاب، في الجزء بتاع اللاب مثلا اللي هو اللاب بريبريشن. طبعا انتوا عارفين في اندستريال بريبريشن. طيب تعالوا انا افهمكم الموضوع بشكل اوضح. دلوقتي انا بتكلم عن البايو ديزل. تمام. انا بتكلم عنه من جهه معينه، في بيبر تانية بتتكلم عن نفس البايو ديزل في نفس التوبيك اللي انا بتكلم فيه، بس من وجهه نظر اخرى او من جهه اخرى. فالاتنين كده متشابهين وقريبين من بعض. عشان كده بيقول لك ان البيبرز مترتبين ومتصلين ببعض كونكتد، مش طبقا ليه هم مستشهدين ببعض قد ايه، لا، طبقا ليه هم متشابهين لبعض قد ايه. فاهمين؟ يعني البيبرز مش مستشهدين ببعض قد ما، او هم مستشهدين ببعض بس هم مش مترتبين according to ده، لا، هم مترتبين according to تشابههم ببعض، مش طبقا لاستشهادهم ببعض. فاهمين النقطه دي؟ يا رب تكون وصلت يعني. طيب دي الاولانيه. تاني حاجه بيقول لك ان node size is the number of citation. النود اللي هي العقده يعني، اللي هي الدبل دي او البابل دي. بيقول لك size حجمها is the number of citation. بمعنى اوضح، كل ما البابل دي كبرت كل ما كان البابل دي مستشهد بيها اكتر. يعني ايه؟ اكثر مصداقيه، اكثر تاثيرا في الفيلد اللي انا بدور فيه، اكتر شهره. فاهمين؟ فيعني مثلا لو جينا عند البابل دي، بصوا البابل دي كده، بصوا عدد السيتيشن بتاعها صفر. لكن لو جيت مثلا عند البابل دي، شوف رقم مرعب، 2484 سيتيشن. وهكذا بقى لو جيت عند البابل دي تلاقيها سيتيشن واحد بس. طب مثلا جيت عند البابل الاكبر منها دي تلاقيها 652 سيتيشن، وهكذا. اذا السايز اوف نود بيعبر عن السيتيشن، عدد السيتيشن المستشهد بالنود دي. كل ما كانت السايز بتاعها اكبر كل ما كان السيتيشنز بتاعتها اكتر واكثر مصداقيه واكثر شهره. تمام. واكثر تاثيرا في الفيلد اللي انا بدور فيه. طيب. طيب ده بالنسبه للسايز. طب بالنسبه للكالر is the publishing year. بمعنى كل ما كان اللون افتح كل ما كانت البيبر اقدم، وكل ما كان اللون اغمق كل ما كانت البيبر احدث. تاني ركز في النقطه دي. كل ما كانت البابل دي لونها افتح كل ما كانت البابل دي البيبر بتاعتها اقدم. لكن كل ما اللون يغمق كل ما كانت البابل دي تبقى حديثه ومستحدثه وجديده. تعالوا نشوف. يعني عندكم بصوا مثلا، يعني نجيب افتح حاجه اهي بتاعت 2006 مثلا اهي. بصوا دي سنه كام؟ 2006. بصوا لونها عامل ازاي، فاتح كده. طب تعالوا نشوفوا الغامقه دي سنه كام؟ 23. فهمتوا؟ او دي مثلا غامقه اهي سنه 2020. طب دي 2009، وهكذا. وهتلاقوا حتى مكتوب اسم الاوثر بتاعها، ومكتوب كمان الببلشنج يير. تمام. طيب
طبعا هنا هتلاقوا في رينج معمول بيقول لك ان البيبرز كلها اقدم بيبر بدات من 2006 بتتكلم عن التوبيك ده، واحدث بيبر اتكلمت عن التوبيك ده في 2024. طيب لو لاحظتم في بيبر او في بابل منهم معمول عليها ايه، فايلوت كده في النص، دي البيبر الاوريجن بتاعتي، التوبيك اللي انا اصلا بدور عليه، اللي انا مديها له يعمل لي الجراف ده عليه. فهمتوا؟ اذا احنا كده تقريبا فسرنا كل شيء. قلنا ان السكشن اللي على الشمال ده في ترتيب للبيبرز، وان السكشن اللي على اليمين ده لما بحدد على بيبر معينه بيجيب لي كل المعلومات عنها، واقدر افتحها في سيمانتك، اقدر افتحها البيج بتاعتها اهو، دي الدي او اي بتاعها، فاقدر افتحها على طول. عايز افتحها بقى في جوجل سكولر اللي انا عايزه، يجيب لي هنا برضو الاوثر، ويجيب لي التوبيك اللي احنا بنشرين عنه، وكمان بيجيب لي السايتيشن. يعني ده بيتكلم في renewable وsustainable energy reviews، دي مثلا بتتكلم في البايوديزل برودكشن، ابلايد انرجي، التوبيك يعني بيتكلم عن التوبيك، بيكتب لك التوبيك اللي انت ان البيبر دي بتنتمي اليه. وطبعا فهمتكم الجراف وازاي تقرا الجراف كويس. ما اعرفش في حاجه تانية يعني افهم اقولها لكم ولا لا. similar paper have strong connecting lines. يعني بيقول لك ان البيبر الاقرب الى بعضهم او المرتبطين ببعض اكتر عندهم اقرب لبعض، واللاينز بتاعتهم يعني بصوا مثلا هفهمكم، ادي هي البيبر اوريجين بتاعتنا. تمام، بصوا اللاينز حواليها من كل حته ازاي، يعني هتلاقي مثلا البيبر دي والبيبر دي، بص الكونكشنز ما بينهم. فبيقول لك ان السيميلار بيبر عندها سترونج كونكتنج لاينز اقوى من غيرها. يعني لكن مثلا البيبر اللي زي دي لا، الكونكشن ما بينها وما بين الاوريجن بتاعتنا ضعيفه شويه، اللاينز بتاعتها مش قويه. لكن مثلا دي لا، دي قويه جدا. طب بص دي ضعيفه جدا، وهكذا. فهو بيقول لك ان المتشابهين، البيبرز المتشابهه عندها لاينز اقوى. فهمتوا القصه دي ايه؟ هنا بيقول لك نيو فيرجن ريدي، يعني ممكن ده الكرنت ريفيو، تقدر تقول نيو فيرجن، يعني ده تحديث للبيبرز. فهمتوا القصد؟ طبعا لو ضغطت على السنتر هنا عشان يسنتر لك، يعني لو انت مشيت كده مثلا وعايز ترجع للسنتر تاني، فتضغط سنتر هنا يرجع لك تاني. طيب دي الواجهه الاولانيه. في حاجتين كمان مهمين جدا، ودي بقى اللي بيضيفوا تميز اكتر للتول دي. اول حاجه هي البروير ووركس. لو انت فتحت البروير ووركس دي هتلاقي يعني خمسه، واحد اتنين تلاته خمسه سيكشن، خمسه سيكشنز. ايه هم؟ اول حاجه التايتل، بعد كده اللاست اوثر، بعد كده الير، بعد كده السايتيشن، بعد كده الجراف سايتيشن. طب تعالوا نفهم ونفصص كل حاجه. اول حاجه التايتل، هو بيجيب لك تايتل بيبر معينه، بيكتب لك التايتل بتاعها هنا، سوليد اسيد كاتالايزد بايوديزل برودكشن فروم موست كوكينج اويل. تمام. طيب بعد كده لاست اوثر، ده اخر اوثر اتكلم عن البيبر دي، او هو اصلا اللي كتبها. تمام. طيب كتبها امتى؟ والله سنه 2008. طيب السايتيشنز بتاعت البيبر دي قد ايه؟ تم الاستشهاد بالبيبر دي 517 مره. في بقى حاجه اسمها الجراف سايتيشن 23. طب ايه الفرق ما بين الجراف سايتيشن وما بين السايتيشن؟ بص يا سيدي، السايتيشنز دي هي عدد المرات اللي تم الاستشهاد بيها بالبيبر دي. يعني في بيبرز تانية استشهدت بالبيبر دي 517 مرة. طب ايه الجراف سايتيشن ده؟ ده بيقول لك الجراف اللي احنا كنا لسه واقفين عنده من شوية، استشهدوا البيبرز اللي فيه، استشهدوا بالبيبر دي قد ايه؟ 23 مرة. تاني عشان ما تتلخبطش، انا عندي بيبر اهي اللي هي السوليد اسيد كاتالايزد دي، حلو. البيبر دي تم الاعتماد عليها والاستشهاد بيها كام مرة؟ 517 مرة. حلو. طيب طب جوه الجراف، البيبرز اللي جوه الجراف استشهدت بالبيبر دي كام مرة؟ 23. يعني دي تقدر تقول عليه ان الجراف سيتيشن دي سبيسيفيك اكتر من السيتيشن. السيتيشن دي ان جنرال، البيبرز عموما اللي استشهدت بالبيبر دي قد ايه؟ 517 بيبر استشهدوا بالبيبر دي. لكن الجراف سايتيشن، البيبرز اللي جوه الجراف استشهدت بالبيبر دي قد ايه؟ 23 مره. طب ده يهمني في ايه؟ هقول لك يهمك في ايه. الجراف سايتيشن لازم يبقى رقم عالي، ماليش دعوه بالسايتيشن دي، مش مهمه قوي بالنسبه لي، هي مهمه
بس في الحاله اللي انا فيها دي الجراف سيتيشن اهم لسبب. انا دلوقتي بدور مثلا في السستينبل انرجي، بدور في يعني بدور في فيلد معين، في توبيك معين. فالتوبيك اللي انا بدور فيه هو عمل لي جراف عنه، صح كده ولا لا؟ طيب طالما هو عمل لي جراف عنه، اذا يهمني اعرف مدى ارتباط البيبر اللي انا بدور فيها بالجراف اللي انا بتاع الفيلد اللي انا بسال عنه. بمعنى اوضح، الجراف سايتيشن مهم عشان اعرف مدى ترابط البيبر اللي انا بدور عنها مع بقيه البيبرز في التوبيك اللي انا بسال عنه. يعني انا مثلا البيبر دي مثلا بتتكلم عن السوليد اسيد كاتالايزد بايو ديزل برودكشن فروم موست ما اعرفش ايه، صح كده؟ طيب ان جنرال في بيبر في نفس الفيلد بتاعتها استشهدت بيها، وفي بيبر بره الفيلد بتاعتها او مش مرتبطه بيها قوي، او مش مرتبطه بالتوبيك اللي انا بسال عنه قوي استشهدت بيها. طيب انا بقى عايز افلتر ايه؟ عايز افلتر البيبرز اللي في التوبيك اللي انا عايزه استشهدت بالبيبر دي. فهمتوا انا عايز اوصل لكم ايه؟ يعني يعني انا حاسس ان الموضوع صعب شويه في توصيل المعلومه. بمعنى اوضح تاني ولا اخر مره، الجراف سايتيشن بيعبر عن البيبر دي مدى ارتباطها بالتوبيك اللي انا بدور عليه. يعني انا لو بسال مثلا في التوبيك بتاع الرينيبل والسستينبل انرجي، فالبيبر دي بتكلمني عن الاتي، وهو المجال اللي انا بدور عنه مدى ارتباط البيبر دي بالمجال ده. بس شكرا، نقطه اهو. مدى ارتباط البيبر دي بالمجال اللي انا بدور عليه واللي انا بسال عنه. لان لو الجراف سايتيشن معلش قليل جدا، يبقى البيبر دي ملهاش لازمه في التوبيك اللي انا بسال عنه، مش ان جنرال. لان ان جنرال ما شاء الله ممكن تبقى توبيك. بص يعني مثلا ممكن اهو، يعني عايز اديكم مثال اهو يا سيدي. البيبر دي اللي هي الانزيماتيك الكحوليس. البيبر دي اللي هي الانزيماتيك، هتلاقوا السيتيشن بتاعتها بصوا قد ايه؟ 727 سيتيشن. طب الجراف سيتيشن 18، ما بالك بص بقى دي 517 بس 23، او دي اصلا 1042 بس 23. ما يهمنيش السيتيشنز قد ما يهمني الجراف سيتيشن، لان الجراف سيتيشن اهم بالنسبه لي، لان انا هعرف بالجراف سيتيشن مدى ارتباط البيبر بتاعتي بالتوبيك والفيلد والبيبرز اللي معمولين في جوه الجراف، اللي هم اهم حاجه. لان البيبرز اللي معمولين جوه الجراف زي ما احنا قلنا هي بيبر بتحكي لك قصه البحث بتاعك، او قصه تطور فكره علميه. يعني الفكره العلميه بدات من 2006، بداوا الناس يتكلموا عن ازاي نعمل بايو ديزل من الويست. فبدات الفكره دي تتطور بمرور الزمن وصولا ل 2024 اخر بيبر اتكلمت عن التوبيك. وبالتالي التول دي بتعرفك وكانها يعني بترصد لك رحله تطور التوبيك اللي انت بتسال عنه. التوبيك بتاع اللي هو ايه؟ اللي هو البايو ديزل برودكشن من الويست. فبيقول لك من 2006 ازاي الفكره تطورت وصولا ل 2024. فيهمني الجراف سايتيشن، عدد البيبرز اللي في الجراف اللي قدام عينك ده مستشهدين بالبيبر اللي انت بتسال عنها قد ايه، ده المهم. ما يهمنيش قوي السايتيشنز بالبيبر قد ما الجراف سايتيشن يهمني اكتر. فهمتوا القصه دي؟ اتمنى بجد تكون الفكره وصلت، لان هي مهمه جدا جدا جدا. ده اهم من اهم الكولومز اللي موجوده في السايت اللي قدامنا دي، من اهمهم على الاطلاق، لان هو بيعرفك قد ايه البيبر دي مهمه للمجال وريليتد للي انت بتدور عليه. يعني الجراف سايتيشن ده كل ما الرقم يزيد كل ما يعبر لك عن ايه؟ يطمنك ان البيبر دي ريليتد اكتر بالتوبيك اللي انت بتسال عنه. شوف انت بتسال عن ايه، ايا كان الموضوع اللي بتسال عنه، كل ما الجراف سايتيشن نمبر زاد كل ما ارتباط البيبر دي بالتوبيك والسؤال والموضوع البحثي اللي انت بتسال عنه كل ما الارتباط كان ازيد. اتمنى بجد تكونوا فهمتوا لانها فعلا مهمه جدا. فهو الراجل يعني يشكر، ترجم لي قصدي مرتب لي البيبرز دي طبقا لي اللاست اوثر، ومرتبهم لي طبقا للجراف سايتيشن. لو اخدت بالك يعني هتلاقي هنا ايه، من الاعلى الى الاقل تنازليا كده. طيب طبعا اقدر اعمل لها داونلود عادي جدا واحملهم كلهم عندي، كل الداتا دي يعني. طيب ده بالنسبه للبروير ووركس. طيب بالنسبه للاوبشن الثاني الديريفاتيف ووركس، طيب تعالوا بقى
يعني اشرح لكم كده بايه، بمثال بسيط عشان تقدر تفهم يعني ايه الفرق بين البروير والديريفاتيف. بالراحه، البروير هما الاجداد والديريفاتيف هما احفاد. تاني، البروير هما الايه، الاجداد، والديريفاتيف الاحفاد. يعني ايه؟ البروير ووركس بيقول لك الابحاث القديمه الاقدم من كده اللي موجودين جوه الجراف بتاعك قبل ايه، قبل البيبر بتاعتك اللي انت بتدور عنها. يعني ايه؟ يعني البيبر اللي انا بدور عنها مثلا اهي الاوريجن اللي هي بتاعت 2013، دي كل البيبرز اللي موجوده في الجراف قبل 2013، واللي بتاعت 2013 اعتمدت على السيتيشن بتاعها. تاني، يعني ايه؟ يعني الاوريجن بيبر اللي انا سالت عنها استشهدت بكل دول. فهمتوا؟ استشهدت بايه؟ بكل دول، وبناء عليها ظهرت. يعني البيبر بتاعت 2013 استشهدت بكل دول عشان تتعمل. طيب ايه بقى الديريفاتيف؟ دي البيبرز اللي اعتمدت على البيبر بتاعت 2013. فهمت قصدي؟ يبقى البروير هم الاجداد. يعني ايه؟ البيبر بتاعتنا اعتمدت على انهي بيبرز عشان تطلع على البيبرز اللي هم بتوع البروير. طب الديريفاتيف مين اللي اعتمد على البيبر بتاعتنا؟ اللي الاخوات دول، من اول هنا لحد في الاخر الليسته دي كلها. فهمتم؟ يبقى البروير وركس بيقول لك البيبر بتاعتك مين اللي البيبر بتاعتك اعتمدت عليها عشان تتعمل. طب الديريفاتيف او عشان تطلع يعني تنشر. طب الديريفاتيف بيقول لك مين اللي اعتمد على البيبر بتاعتك. يبقى البيبر بتاعتك اعتمدت على ناس، والبيبر بتاعتك ناس اعتمدوا عليها. البروير بيقول لك البيبر اعتمدت على مين، والديريفاتيف بيقول لك البيبرز اعتمدوا على. تاني انا اتلخبطت اصلا. تاني، البروير بيقول لك البيبر بتاعتك اعتمدت على مين، والديريفاتيف بيقول لك مين اللي اعتمد على البيبر بتاعتك. تفرق، تفرق والله. يعني حاولوا تتخيلوا اللي انا بحاول اقوله لكم. البروير بيقول لك ان البيبر بتاعتك استشهدت بانهي بيبرز اهم، هم دول استشهدت بالبيبرز دول. طب الديريفاتيف بيقول لك البيبرز الحديثه الجديده اللي استشهدت بالايه، بالبيبر الاوريجن بتاعتك بتاع 2013. يبقى ببساطه شديده وبوضوح، انا معايا بيبر معينه اسمها سين مثلا. سين دي انا لما افتح كونكتد بيبر، اهو لما بفتح كونكتد بيبر بيجيب لي جراف، بيعمل لي جراف. الجراف ده فيه البيبرز القديمه ما قبل البيبر اللي انا بسال عنها وما بعد البيبر اللي انا بسال عنها. يبقى هو خط زمني. البيبر اللي انا بسال عنها في النص اللي هي بايوديزل برودكشن، اللي هي دي اوفر فيو اوف برودكشن اوف ذا برودكشن اوف بايوديزل فروم ويست كوكينج اويل. يبقى هو خط زمني. وركز معايا وحاول لو قدامك ورقه وقلم تكتبها قدامك، صدقني هتفرق كتير. هو خط زمني في النص البيبر اللي انت بتسال عنها، اللي انت ايه بتسال عنها ازاي، يعني اللي انت بعت التايتل بتاعها. حلو، جميل. البيبر اللي انت بتسال عنها في النص قبلها بيبرز اقدم منها وبعديها بيبرز احدث منها، صح كده؟ حلو. البيبرز اللي اقدم منها البيبر بتاعتك اللي في النص دي اعتمدت عليهم، استشهدت بيهم، فعشان كده هم اقدم منها طبيعي. طيب البيبرز اللي احدث منها اعتمدوا عليها، استشهدوا بالبيبر بتاعتك اللي في النص. فهمتوا الخريطه الزمنيه دي؟ يبقى دي كونكتد بيبرز باختصار. التول دي مهمه اهميه لا تتصورها لو انت لسه داخل فيلد معين بتدور عليه، او توبيك جديد عايز تستفسر عنه وتعرف البيبرز اللي اتكلمت عنه ما تعرفش اي حاجه. التول دي نعمه وفرصه رهيبه ليك ان انت تعرف بيها تطور الفكره العلميه وتطور التوبيك ده على مدار السنين، وتعرف مين اللي وبدأ من امتى، ووصلنا لايه. اخر بيبر اتكلمت وصلت للموضوع عن ايه. البيبر التول دي مهمه عشان بتعمل الكلام ده. مش بس كده، ده بتجيب لك الترابطات ما بين البيبرز كلهم، عشان كده هي في غايه الاهميه. طيب احنا عرفنا السكشنز اللي قدامنا في الانترفيس، عرفنا كل التفاصيل، عرفنا ازاي نقرا الجراف كويس، عرفنا كمان البروير ووركس، وعرفنا ازاي ان في تايتل
وفي لاست اوثر وير وسيتيشن وجراف سيتيشن، وعرفنا اهميه الجراف سيتيشن المهمه جدا 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 للصبح. وعرفنا كمان الديريفاتيف وركس. عرفنا الفرق ما بين الديريفاتيف والبروير، وعرفنا ان البروير هو القديم اللي البيبر بتاعتنا اللي في النص اللي احنا بنسأل عنها اعتمدت عليهم واستشهدت بيهم. وعرفنا الديريفاتيف اللي هي البيبرز الحديثه اخذت البيبر بتاعتنا از ريفرنس كم مره ومين اصلا اللي اخذها. عشان كده هنا هتلاقيها لو تاخد بالك هنا جراف ريفرنس، بس تلاقي هنا جراف سايتيشن. طب ليه برضو؟ عشان برضو اوصلها لك اكتر. جراف سايتيشن لان دي بيقول لك ان البيبرز دي تم الاستشهاد بيهم في التوبيك اللي انت بتسال عنه، لكن في الديريفاتيف وركس البيبر بتاعتك اتاخدت از ريفرنس. فاهم قصدي؟ بس يا سيدي، ده تقريبا اهم شيء في كونكتد بيبر. يعني طبعا لا، ليست فيو دي يعني بسيطه، دي بيقول لك ان انت بتخليه يعرض لك البيبرز كلها. الجراف اللي هو اللي كان قدامنا ده بيعرضه لك، ده جراف صح كده. طب لو انا عايزه في شكل قائمه مش عايزه جراف، اضغط على ليست فيو هتلاقيه مترتب لك في شكل قائمه اهو. دي كل البيبرز اللي موجوده. طيب، من احسن الاوبشنز اللي هتلاقيها هنا في الليست فيو حاجه اسمها similarity to origin. بمعنى ان دي الاوريجن بتاعتك هتلاقيها، بص يعني حتى تلاقوها فايلوت كده اوفر فيو. دي الاوريجن بتاعتنا، دي اللي انا اصلا باحث عنها، اللي مديها للتول يعني. هتلاقي نسبه ده similarity to origin دي يعني ايه؟ يعني نسبه تشابهها للاصل، للبيبر الاصليه. طبعا 100% لان هي اصلا، يعني هي دي بيبر اصلا اللي انا بسال عنها، فبالتالي نسبه تشابهها لنفسها 100% اكيد. طيب، بيقول لك هو بقى مرتبهم طبقا ل اعلى نسبه تشابه. يعني بمعنى بيقول لك مثلا ان البيبر دي اللي هي بايوديزل فروم ويست كوكينج اويل اللي هي بتاعت 2019، هتلاقيها نسبه تشابهها للبيبر الاصليه اللي انت بتدور عنها 26%. وهتلاقي برضو اللي بعدها 24 23، ونقعد بقى يتناقص لحد ما نوصل ل 11%. فالاوبشن ده مهم برضو جدا يعرفك فيه ايه اكتر البيبرز اللي مشابهه للتوبيك والفيلد والكويستشن والجابس وكل حاجه للايه، للبيبر الاصليه اللي انت اصلا بتدور عليها. وطبعا هنا في فلتر الاوبشن، تقدر بقى تعمل بقى تحدد بقى فتره زمنيه. تقدر تعرف بس منهم مين اللي عنده PDF ومين اللي ما عندوش. تقدر تعرف مين الاوبن اكسس ومين غير كده وهكذا. يعني تقدر تعمل بقى ابلاي وتقدر تعمل كلير فلتر. وشكرا. طبعا الجراف فيرجن ده يعني هو مش اهم، يعني ملوش ذات اهميه قوي، بس تقدر تقول ان هو بيفلتر لك الجرافس على مدار الوقت. يعني بيحدث نفسه بنفسه، ابديت يعني تقدر تقول ابديت. ممكن يجيب لك الابديت لحد مثلا 2024، ممكن يجيب لك لحد 2023 على حسب بقى طبعا الابديت في التوبيك بتاعك، والتوبيك بتاعك بيحصل له ابديت قد ايه. بس تقدر بقى تحمل الجراف، تقدر تعمله شير. يعني اوبشنز كويسه جدا في في التول بتاعتك. تمام. فده كل حاجه في البيبر بتاعتنا. شفت سهله وبسيطه ازاي؟ بس مهمه جدا، مهمه جدا. فاتمنى بجد تكونوا استفدتوا من النهارده من الفيديو بتاعنا. طبعا المفروض كان اللي اسمها ايه التاسك ده نازل امبارح طبعا، بس طبعا حصل لي ظرف طارئ يعني خارج عن ارادتي والله يعني، فعشان كده بعتذر لكم. اتمنى طبعا يكون الفيديو بتاع النهارده يعني افادكم، وتلتزموا ان شاء الله بالتاسك اللي هينزل عليه. وان شاء الله عايز برضه اعرفكم بشيء، ان في الفتره اللي جايه هيبقى فيه كويزات كده، دي غير التاسكات يعني. هيبقى فيه كويزات على كل اللي اخدناه بطريقه معينه، عشان ما نحسش ان احنا بنبصمج او ان احنا بنتعلم كده اللي هو يعني فاهمين. احنا بنحاول على قد ما تقدروا لو انتم بتاخدوا بالكم ان احنا نقدم تجربه علميه مختلفه شويه، مش قائمه على سبل التعلم التقليديه، قد ما هي قائمه على ان احنا نتعلم بجد ونحس ان احنا بنتعلم فعلا، ونشعر بقيمه اللي احنا بنتعلمه من خلال تاسكات تخدم على النقطه دي. يعني لو تاخدوا بالكم احنا مش بنعمل تاسكات والسلام او بنرمي لك التاسك كده، قد ما احنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نخليك تعمل التاسك بنفسك باستخدام الادوات المتاحه والحديثه، وفي نفس الوقت انت اللي تعمله وانت اللي تفكر، ويبقى الموضوع ممتع مش ممل خالص، وبيبرز بتسهل عليك وهتوفر عليك كتير في عمليتك البحثيه. فاتمنى يكون الفيديو بتاع النهارده عجبكم. كان معاكم علي الكوشي.
وطبعا ما تنسوش تدعموا التشانل زي ما قلت لكم، اللايكس بقى والحاجات الجميله دي. وان شاء الله هننتظر يعني ان شاء الله فيديوز تانية في الراوند بتاعتنا. الراوند لسه ما خلصتش، واللي جاي ان شاء الله احسن بكتير. وموفقين دايما.